عليك برده يا ابني، عيني عليك برده لحد ما جاله رباط صليبي تاني في الرجل التانيه. اصابات طاهر محمد طاهر اول ما مستواه يطلع ويعلى. طاهر بقى حاجه تانيه مع النادي الاهلي ومع كولر. طاهر اتطور، قعد على الدكه برضه، مش على الدكه كمان، ده قعد في المستشفى. احمد عبد القادر هكذا. هو انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شكلكم باين قوي قوي وواضح. انا بكلم الاعلام المسموم اللي عايز يوقع النادي الاهلي واللي بيتصيد للنادي الاهلي اي مشكله عشان يطلعوا يتكلموا فيها ويرغوا فيها. انما التاني، الفرقه التانيه ماشيه زي القطر. قطر. البروف ماشيه معاه. انسان محظوظ جدا 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 ولا يفقه شيء عن البطيخ. ودي الحاجه الوحيده اللي اتفق فيها مع رضا عبد العال، ان ده مدرب محظوظ. لا في اي حد بيتصاب ولا في اي حد بيحصل فيه مشكله، ورغم ان مفيش فلوس ومفيش ماديات في النادي، والنادي مفلس وعلى افلاسه، والراجل بتاعهم بيطلع يهلفط في الكلام وبيخبط في الحلل من هنا ومن هنا ومن هنا، ورغم كده ماشيه معاه حلاوه. ماشيه معاه حلاوه زي القطر. زي القطر. حتى اتكلموا كمان على مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم. يا جماعه الناس دي مفيش وراها شغله غير النادي الاهلي. مفيش وراها ماده تعملها في قناتها او في قناتهم غير النادي الاهلي ومشكله النادي الاهلي. و آه، لما النادي الاهلي يلمع يطلعوا يظهروا لمعانه لدرجه الحسد، لدرجه الحقد. طبعا القناه التانيه بقى بتاعت اخواننا الزريبه بتطلع بقى طبعا يعني ايه. هي المفروض تبقى اسمها الاهلي اليوم. الاهلي اليوم. الاهلي والخطيب اليوم. على طول شويه الهزيزه اللي بيطلعوا، اللي والله ما يعرفوا حاجه عن اي حاجه، ودول ناس جايه تاكل عيش وبتضحك على نادي الزمالك والجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك.